وقت الفجرية اتجمعت الأهالي في منطقة الزاوية الحمراء حوالين ترعة الإسماعيلية، مشهد مليان خوف وذهول على وشوش الناس وهم شايفين فرقة الإنقاذ وهي بتحاول تنتشل جثة شاب مسكين اسمه مينا موسى، اللي كان في العشرينيات من عمره. مينا من قرية الروضة في مركز ملوي بالمنيا، خريج معهد التمريض وطلع عينه في شغله بالتمريض لحد ما جاله عرض مغري لشغلانة في القاهرة لرعاية مسن عنده زهايمر. حابين تعرفوا قصة مينا الممرض؟ خليك معانا في القصة الكاملة. 2024 في حي الزاوية الحمراء بجمهورية مصر العربية، الليلة اللي كل حاجة بدأت فيها بداية القصة. فبداية القصة كان إبراهيم الممرض اللي بيدعي إن هو صديق وفي لمينا، قاعد مع صاحبه مصطفى اللي كان شغال شيف في شقة صغيرة كانت في الأصل لراجل مسن كان إبراهيم بيشتغل عنده. الراجل ده مات من غير ورثة ولا قرايب، فإبراهيم استحوذ على الشقة وبدأ يستغلها كمكان يتجمع هو وأصحابه كل ليلة فيها. في الليلة دي ووسط السجاير والدخان جت فكرة لإبراهيم شيطانية، إنه يستدرج حد لشغلانة مزيفة علشان يرعى المسن اللي موجود عشان يستفيدوا منه بطريقة شريرة، وده اللي هنعرفه بالتفصيل. في نفس الوقت ده كان مينا موسى بيتكلم مع صاحبه على الواتس، اللي قال له إن جاله عرض شغل كتمريض خارج البلد، لكن أهله مش موافقين إنه يسافر بره. وهنا صاحبه رشح ليه الشغلانة دي اللي مينا كان محتاجها جدا عشان يغير من حياته اللي مليانة تعب وشغل شاب. مينا اتفق إنه يسافر ويشوف الشغلانة دي، واللي كانت فعلا في الزاوية الحمراء وبمبلغ مغري جدا. قرر إنه ياخد الخطوة ويسافر. مينا ما كانش عارف إن رحلته دي هتكون نهايته المؤلمة. وصل القاهرة واتقابل مع إبراهيم ومصطفى اللي مثلوا عليه دور أصحاب النية الطيبة وأقنعوه بالدخول في الشقة، لكن بمجرد ما دخل الشقة اتحول الوضع الكابوس حقيقي، وانتهت حياته بطريقة بشعة ما كانتش على البال ولا على الخاطر. في نفس الليلة اللي عرض فيها إبراهيم فكرة الشغلانة، كان مينا موسى الشاب الصعيدي البسيط بيفكر فيها كويس، بيقول لنفسه دي فرصة عمري أقدر من خلالها أكون نفسي وأساعد أهلي. قرر ياخد رأي صاحبه اللي شجعه وقال له إن الشغلانة دي ما تتعوضش. مينا اتشجع وبعت لمكتب التوظيف رسالة على الواتس علشان يتأكد إن هو مقبول، وأول ما صحي تاني يوم لقي رسالة بتقول له أنت مقبول. ومن غير أي مقدمات الفرحة دخلت قلبه، لكنه لقي والده ووالدته مش مبسوطين لأن هم خايفين عليه، لأنه هو كان ابنهم الوحيد وسط 4 بنات. لكن مينا أقنعهم إن الشغلانة دي ما تتعوضش، وقال لهم إنه لازم يسافر عشان يحقق حلمه اللي بيدور عليه. مرت الأيام لحد يوم فرح أخته، وده كان شرط والده ووالدته عشان يسمحوا له يسافر. يوم الفرح كان مليان فرحة وسط أهله، وبعدها جه اليوم اللي ودع فيه الكل. شايل شنطته على كتفه ملامحه كلها أمل وتفاؤل، ركب القطر من محطة ملاوي علشان يروح القاهرة. فضل طول الطريق يتخيل بداية حياة جديدة فيها أمل وشغل محترم. وصل مينا لمحطة مصر، كان عمه جميل مستنيه هناك. قابل عمه اللي كان شاكك شوية في الموضوع أو في موضوع الشغلانة، سأله أنت متأكد من المكتب ده؟ لأن أبوه برضه كان خايف من الموضوع ده. لكن مينا طمنه وقال له إن صاحبه هو اللي دله على الوظيفة دي، وإن هي فرصة ما ينفعش يضيعها. لما وصلوا للشقة طلب مينا من عمه إنه يصحيه بعد ساعتين عشان ميعاد المقابلة. في نفس الوقت ده كان إبراهيم بيتكلم مع مصطفى وبيقول له حضر نفسك، كلها ساعات وهننفذ الخطة. مينا صحي من نومه ولقي رسالة على التليفون بتقول له انت ليه ما جيتش لغاية دلوقتي من مكتب التوظيف. اتحرك بسرعة وودع عمه وهو مش عارف ان اللحظات الجاية هي لحظات مليانة غموض وخطر مستنيه في الزاوية الحمراء. وصل مينا للزاوية الحمراء وكان المكان غريب عليه، لكن حس إن الحلم اللي في دماغه قرب. لما وصل الشقة كانت اللحظة اللي اتكشف فيها نوايا إبراهيم ومصطفى. كانت دي بداية النهاية المأساوية لرحلة مينا اللي خرج من ملاوي علشان يروح القاهرة. للأسف
انتهى بكابوس بشع. لما وصل محطة المرج استقبلوا مصطفى اللي كان هيعمل معاه المقابلة. اصطحبوا لمنطقة الزاوية الحمراء هناك، قابلوا بإبراهيم اللي استقبلهم بابتسامة وطلب من مصطفى يجهز الشاي. بعد ما شرب مينا الشاي بدأ يحس بدوخة ووقع تحت تأثير مخدر. إبراهيم ومصطفى كانوا محضرين خطة شيطانية، عايزين يسجلوا لمينا رسالة يطمنوا فيها أهله من غير ما يطلبوا منهم تدخل الشرطة، علشان يستخدموها لطلب فدية بعد كده. في اللحظة دي مصطفى خرج يجيب خطوط جديدة اللي هي خطوط التليفونات، لكن إبراهيم اتوتر واتصل بيه بسرعة وقال له الواد مات مني. رجع مصطفى بسرعة الشقة، لقى إبراهيم قاعد في الصالة متوتر وجثة مينا مرمية قدامه. مصطفى انفعل وسأله إزاي ده حصل. اكتشفنا في غيابه إن مينا حاول يهرب، فإبراهيم هاجم عليه وضربه بقطعة من الحديد على راسه انتهى بيها الشاب اللي كان جايب حلم العمل والأمل نهايته المأساوية. عم مينا هنا جميل بدأ يقلق بعد انقطاع أخبار ابن أخوه. حاول يتواصل مع مكتب التوظيف لكن كله كان مغلق. قرر يروح اسم المرج. للأسف القسم طلب منه كالعادة يستنى 24 ساعة قبل تقديم بلاغ رسمي. رجع جميل للبيت ومش قادر يتواصل مع مينا. فجأة وصلت له رسالة تهديد بتطلب 120 ألف جنيه كفدية لإنقاذ ابنه، وحذرهم من التواصل من الشرطة. اتنشر الخبر في قرية الروضة في ملاوي، وعاشوا أهله في قلق مستمر مع كل رسالة كانت بتوصل. الشرطة بدأت تحقق، ورئيس المباحث لاحظ إن صوت مينا في التسجيلات كان غريب، وبدأ يشك في إن الشاب مش كان في كامل وعي. من هنا بدأت الشرطة تخطط للتحرك بخطوات مدروسة، وبدأت تتعقب التحركات وتراجع الكاميرات من محطة القطر والمترو. في اللحظة دي إبراهيم ومصطفى بدأوا يلاحظوا إن الشرطة بقت قريبة منهم. اتفقوا مع بعضهم إن هم يتخلصوا من مينا نهائيا قبل ما الأمور تخرج عن السيطرة. في ليلة مرعبة مصطفى جر جثة مينا للحمام، وإبراهيم كان معاه معدات التشريح، ونفذوا خطة بشعة بتقطيع جثة مينا، وحطوا أشلاءه في أكياس بلاستيك وطلعوا بيها على ترعة الإسماعيلية ورموها هناك في جنح الليل. رجعوا الشقة يحاولوا يخفوا أي دليل ويفلتوا من العقاب، لكن الشرطة كانت بتتابع خطواتهم بدقة. فريق التحقيق بدأ يراجع آخر كاميرات مراقبة شافت مينا موسى، ولقوا إن هو كان في منطقة الزاوية الحمراء. من هنا اتحركت قوة كبيرة من اسم المرج ليلة كاملة للمنطقة، وبدأوا يطوقوا الشوارع وضيقوا الخناق عليه. القصة دي كانت واحدة من أبشع الجرائم اللي حصلت 2024، وفضلت الشرطة تتابع خطواتهم بدقة لحد ما وصلت ليهم في النهاية. وهنا اتحققت العدالة لمينا. في اللحظة اللي الشرطة قبضت فيها على إبراهيم ومصطفى المنطقة كلها كانت في حالة استنفار، وعربيات الإسعاف والشرطة اتجمعت حوالين ترعة الإسماعيلية. الأهالي وقفوا في رعب وهم بيشوفوا فريق الإنقاذ وهو بيطلع أجزاء من جثمان مينا. للأسف الجسم ما كانش كامل، طلعوا رجلين وذراع والباقي كان مفقود. اللحظة دي كانت مليانة غموض، والشرطة بدأت تشك إن الموضوع فيه حاجة أعمق من مجرد إن هم خدوه وطلبوا فيه فدية. لما وصل الخبر لأهله في قرية الروضة اتقلبت الدنيا حزن، الكل في حالة صدمة ومستنيين يعرفوا الحقيقة. أهل القرية وأقارب مينا عاشوا أيام صعبة جدا مليانة قلق وحسرة، وكانوا كل يوم بيتلقوا تسجيلات بصوته فيها بيقول لهم انه بخير، لكن كان باين على صوته انه مش طبيعي وكأنه تحت تأثير حاجة مخدرات. لما الشرطة تابعت خطواته من أول ما ساب شقة عمه جميل في المرج لحد الزاوية الحمراء، بدأت تتضح معالم المأساة اللي مينا عاشها. الأمر الغريب في القضية إن الجثة اللي طلعت كان واضح إن هي متقطعة بطريقة مش طبيعية، وده خلى كل الناس تفكر وتطرح أسئلة. هل الحكاية كلها مجرد عملية واحد خدوا ناس وطلبوا بيه فدية، ولا في حاجة تانية أعمق؟ الطريقة اللي اتقطعت بيها جثة مينا كانت دقيقة بشكل مريب، وخلت الشرطة وأهل الضحية وكل اللي عرفوا القصة يحسوا إن اللي حصل لمينا مش مجرد حادث عادي، بالعكس دي عملية مدبرة بشيء
من التخطيط الشيطاني. المأساة دي خلت كل اللي يعرف مينا يدعي له ويطلب إن هو يرجع له حقه، وأهله اللي قلبهم كان بيتقطع عليه عايزين العدالة تنصفه وتجيب حقه. ربنا يرحمه ويصبر أهله. ولحد اللحظة دي القضية بتتابع في التحقيق، والكل منتظر الحقيقة تنكشف والعدالة تاخد مجراها. أنا ليا هنا رجاء، محدش يثق في حد في أقرب الناس ليه، حتى لو كان كل معاه عيش وملح، لأنك ما تعرفش الظروف اللي حواليه إيه. لما حد يطلب منك إن أنت تسافر لمكان علشان تشتغل ما تروحش لوحدك، خليك حويط وخلي معاك ناس تروح معاك، وخليك دايما واثق ان ربنا كاتب لك الخير في اي مكان، ولكن لا تثق في احد او في اي مخلوق ايا كان. هنا القصة بتورينا غدر الصحاب بمنتهى القذارة، بمنتهى الندالة، بمنتهى قلة الدين. وهنا وصلنا لآخر قصتنا، بس القصص لسه ما خلصتش. وكان معاكم عمرو سليمان، ودايما خليكم بخير انتم وحبايبكم في امان.